هذا الجو جو الفيروسات والأمراض، فعملنا لكم شوربة الحمد لله على السلامة اللي مليانة فوائد وبتقوي المناعة. احضروا الفيديو واعملوا له سيف، لأنه أكيد رح تحتاجوه، الله لا يجيب مرض. راح نستعمل الدجاج الكامل من تمام، ولازم دجاجة كاملة لأنه بدنا كل الخواص اللي بالجلد والعظم. بفركها بالملح والخل وبضيف لها المطيبات وبنقعها بالمي نص ساعة. وهلا بطنجرة بنزل بهارات الحب وكلهم بالكابشن. بنزل الدجاج وبضيف معهم بصل وجزر وكرفس وزنجبيل. بدي اقلب الدجاج لتوصل لهذا اللون وبعدها بنزل بالمي. اذا بيطلع اي زفرة من الدجاج بشيلها وبغطيها لحد ما تستوي. وبعدها بصفي مرقة الدجاج وبخليها على جنب. وهلا بنتخلص من العظم والجلد، بنقطع الدجاج قطع صغيرة، بنضيف زبدة وزيت على النار، بنضيف عليهم بصل وثوم وكرفس، بنقلبهم، بننزل عليهم البطاطا والجزر لياخذوا لون بسيط، بننزل عليهم الكوسة. هلا الجريشة بعد ما غسلناها بننزلها، لا تنسوا انها مصدر عالي للالياف ومضادات الاكسدة. هلا الدجاج اللي قطعناه بننزله عليهم وبنقلبهم سوا. تقليب المكونات بهذا الشكل بعطي نكهة كتير زاكية للشوربة. بالآخر بنضيف الذرة وبننزل عليهم المرقة اللي جهزناها، البهارات كلها بالكابشن، بديل مرقة الدجاج، ملح وشوي من الكركم. نتركها على الغاز نص ساعة تقريبا، وهيك شوربتنا صارت جاهزة. صحتين وألف عافية. الله لا يجيب مرض، بس على فكرة بتقدروا تعملوها بدون ما تكونوا مرضين، لأنها كتير زاكي صراحة.